استباق الحدث، القدرة على التمركز، سهولة الحركة، الدفاع عن المواقف، الاستقلالية، مواجهة كل التحديات، المفاجأة، الريادة. كل الوسائل لفهم العالم مع فرانس 24. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم معنا وحلقه جديده من هوا مصر. في الجزء الثاني من هذه الحلقه نناقش بعض التحالفات الجديده التي ظهرت على الساحه السياسيه، منها ما يعرف بوثيقه الاصطفاف الوطني التي وقع عليها عدد من السياسيين والمفكرين. أما الوثيقة الأخرى وهي ما يعرف بحملة البداية التي دشنها عدد من شباب الثورة يتمسكون فيها بمبادئ ثورة 25 من يناير. أما الجزء الأول من هذه الحلقة والذي نبدأه الآن فيتعلق بقانون مقرر أن يصدر قريبا، هو قانون الإنترنت ومواجهة جرائم تقنية المعلومات، والذي أثار ردود فعل متباينة في الشارع المصري قبل أن يصدر. شرفني أن يكون معي الحديث عن هذا الموضوع المهندس وليد حجاج، الخبير في تكنولوجيا المعلومات والمتخصص في مواجهة اختراق المواقع الإلكترونية. أهلا بحضرتك معنا يا باشمهندس. كما يشرفنا أيضا أن يكون معنا الأستاذ أحمد إمام، عضو المكتب السياسي لحزب مصر القوية والمتحدث الإعلامي للحزب. أهلا بحضرتك معنا أستاذ أحمد. باشمهندس وليد، لو بدأنا بالحديث عن هذا القانون المزمع صدوره قريبا، القانون أثار ردود فعل متباينة. كيف كانت تواجه الدولة الجرائم المتعلقة بالإنترنت وباختراق المواقع قبل أن يصدر هذا القانون؟ هو في البداية بس أحب أوضح فرق ما بين التشريع اللي الناس فاهماه وحقيقة التشريع. التشريع الهدف منه معاقبة من يقوم بجريمة، يعني من يثبت عليه جريمة. طيب في ناس متخيلة ان ده معناه ان هيحصل مراقبة لكل شخص بيستخدم الانترنت. هو مش المفروض ان هيحصل مراقبة. اللي هيحصل زي ما حضرتك كده حد بيحصل له عملية سرقة بيروح القسم بيبلغ، فالناس تبتدي تتابع الشخص اللي سرقه. هل الشرطة دورها في مصر انها ماشية ورا كل واحد بتشوف بيعمل ايه؟ ده يختلف عن ده. التشريع الهدف منه الحد من المخاطر، لان الموضوع انتشر وفي اتجاه يعني بدأ ينتشر بره مصر وهيوصل لنا قريب لإنترنت الأشياء. فالموضوع لازم يبقى ليه تشريعات تحمي المستخدمين. ما المقصود بإنترنت الأشياء؟ يعني هتبقى كل الأجهزة اللي في بيوتنا، ثلاجة، غسالة، بوتاجاز، كل مايكروويف على الإنترنت، بحيث إن حضرتك بأبليكيشن على الموبايل تقدر تشغل الأكل تسخنه أو تشغل حاجة على النار ايا كان، يعني بحيث يبقى حضرتك بتاخد فول كنترول على كل، تفتح التكييف تقفل التكييف. وبالفعل تواجد عندنا الموسم اللي فات في الصيف اللي فات اجهزه تكييف في مصر بتعمل بهذه الخاصيه. ده الاتجاه. ده معناه ان معدل الاختراقات هيزيد. ده كمان في حاجه تانية بتحصل اليومين دول. احد الشركات الانتي فيروس الكبيره قوي المشهوره عملت اتفاقيه مع شركه كبيره تانية في مجال الاعضاء الصناعيه، علشان شركه الانتي فيروس والحمايه دي تامن لها وتحملها الاعضاء الصناعيه اللي هتركبها للناس. ليه؟ في قرصنه جايه اسمها قرصنه بيولوجيه. ايه القرصنه البيولوجيه دي؟ ان بدل ما زمان او النظام المتعارف عليه حاليا حد بيركب مثلا جهاز في القلب منظم لقلبه، مركب عضو صناعي ايد او رجل، فكل فتره بيحتاج انه يعمل عمليه تاني كل كام سنه ويشيلوا الجهاز، يعملوا نوع من انواع التحديث ويركبوه. الاتجاه اللي جاي بقى مش هيعملوا عمليه تاني، هيبقى كله من خلال الانترنت ومن خلال اتصال لاسلكي مع الجهاز. فده فتح مجال جديد لقرصنه بيولوجيه. فليه ما يبقاش عندنا تشريع يحمي القرصنه؟ لان بعد كده مش سرقه فلوس، لا ده هيبقى ارواح بشر. طيب استاذ احمد، يعني حزب مصر القويه وحضرتك شخصيا كمتحدث اعلامي للحزب كنتم من اول من انتقد هذا القانون واعتبرتوه انه حجر على حريه الراي والتعبير، في حين يعني المهندس وليد يقول انه يعني هذا امر بات ضروريا بالنسبه للمجتمع في ظل المخاطر التي تواجهه. طبعا هو ما فيش شك انه اصدار القوانين والتشريعات ده شيء مهم بالتاكيد، لكن المهم السياق اللي بيتم فيه
اصدار هذه القوانين او اصدار هذه التشريعات. لازم نبقى عارفين انه السلطات المستبده طوال الوقت بيبقى عندها مشاكل كبيره جدا مع الراي والراي الاخر وحريه تداول المعلومات، وده يعني السمه الغالبه في الانظمه المستبده في العالم. وتاريخ السلطه في مصر مع الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي تاريخ بيمتد لما قبل ثوره يناير، من خلال بعض التعقب لبعض النشطاء وارائهم، وكان في احكام كانت بيتم تحت سيف جرائم النشر، كان بيتم فيه عقوبات لبعض مستخدمي الانترنت، وكان منهم قبل كده كريم عامر واحمد فتحي بسيوني وامثله من هذا القبيل. لكن في 2011 اختلف الموقف، لانه الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والفيسبوك كان لهم دور كبير جدا في قيام ثورة 25 يناير وفي اشتعال هذه الثورة. ويمكن كان قرار قطع الانترنت يمكن من ضمن الأسباب الكبيرة جدا اللي أدت إلى زخم في الشارع، أدى إلى إسقاط مبارك كرأس نظام يعني في ثورة 25 يناير. وبالتالي منذ هذا التاريخ والأجهزة الأمنية ونظام الحكم بالنسبة له الانترنت وسائل التواصل الاجتماعي بتشكل له صداع كبير جدا، وهي اكبر خطر بيهدد وجوده، لانه انتشار المعلومات وتداولها والاراء من طرح الاراء من خلاله اللي بيخلق زخم ووعي مجتمعي بالنسبه له خطر كبير جدا. وبالتالي ده طول الوقت في محاولات لعمل حاله من الخوف وعمل حاله من الرعب حوالين هذا الموضوع بشكل يحد من هذه الاستخدامات. وبالتالي احنا بنقول انه في هذه الحالات السياق الطبيعي انه مع التطور العالمي اللي ذكره الاستاذ وليد، ومع الحاجه الى اصدار هذه التشريعات، ان تصدر هذه التشريعات عن طريق ايه؟ الطريق الاولاني ان يكون في مجالس منتخبه، وده مش موجود، ولا نرى ان في الافق اللي السلطه عندها عزم ان يكون في مجالس منتخبه. السياق الثاني انه يتم حوار مجتمعي حقيقي بين كل الاطياف، المتخصصين والجانب الامني والقوى المجتمعيه والاحزاب والشباب لاصدار مثل هذا القانون. اما فكره اصدار هذا القانون من وجهه نظر امنيه فقط في في الغرف المغلقه كما تعودنا من السلطه، بالتاكيد هو الهدف منه التخويف، ده رقم واحد، وفي نفس الوقت انه فتح مجال الملاحقات القضائيه والخروج من فكره المراقبه على المحتوى الاستاذ وليد ذكرها لفكره المراقبه على اصلا الاتصالات الشخصيه والتواصل الشخصي. وعلى فكره بالمناسبه كان في محاولات قبل كده في 2008 ورفضتها المحكمة القضاء الإداري برفض. في 2008 صدر الحكم برفض الرقابة على الرسائل النصية، وده بشكل واضح. وبالتالي هو هناك محاولة لإعادة ده من خلال تشريع متكامل يدي فيه نوع من الإتاحة ليه مش بس متابعة المحتوى، لا ده كمان للرصد وللتعقب بشكل واضح. نعم. وعشان كده احنا اعترضنا على إصدار هذا القانون في ظل هذه الظروف وفي ظل هذه الأجواء. يعني إذن الخلاف ليس على حماية الأشخاص، ولكن الخلاف إذا ما كان سيتعرض ذلك لحرية التعبير. بالضبط. باشمهندس وليد، يعني هناك بعض الكلمة السحرية التي تستخدم دائما في قوانين بحسب البعض هي تهديد الأمن القومي. مصطلح الأمن القومي بالنسبة للبعض هو الكلمة التي يمكن من خلالها إدانة أي شخص أو اتهام أي شخص، ويبقى التساؤل هنا من الذي من حقه تقييم الذي يهدد الأمن القومي، لأن هذا قد يكون نسبي. هناك من يطرح أفكار قد يراها تعبير عن الرأي، ولكن تراها سلطات أو أطراف أخرى على أنها تهديد للأمن القومي. هو في البداية بس أحب أعقب على كلام أستاذ أحمد في نقطة قالها. هو بيتكلم دلوقتي تخوفه الوحيد أن ده يتم بيه ملاحقة ناس وحق يراد بيه باطل. أقدر ألخصها في جملة كده أن هو يقصد أن ده ضرورة ولازم له تشريع فعلا، بس هو تخوفه أن يحصل بيستغل بشكل سيء. طيب هو حضرتك النهارده عشان يتعمل مجالس محلية، عشان يتعمل تشريعات للإنترنت، طب ما هو إلا اللي هيحصل دلوقتي ده هو تطوير للقانون الحالي ليوائم جرائم الإنترنت. يعني حضرتك النهارده لما في تشريع بيقول إن فلان ده سرق يتحاسب وياخد عقوبة كذا، هو التشريع ده اتعمل له مجلس محلي عشان يطلع؟ التشريع ده اللي حطه القانون والقضاء. طب تمام، ما هو نفس التشريع ده اللي هيتطبق على الشخص اللي هيتم ثبوت إنه عمل جريمة إنترنت أدت أو تسببت في سرقة. نفس القصة، اللي عمل عملية ابتزاز على الإنترنت تساوي عملية ابتزاز عادية. فهو نفس القانون اللي موجود، بس الفكرة كلها انه هيصاغ بشكل يناسب العصر والجيل اللي احنا موجودين فيه وحجم التكنولوجيا والمعلومات. ما هواش تشريع جديد 100%. ده على الكلام ده من واقع اللي انا شفته ومن واقع اللي الناس قالته في الميديا وفي الاعلام. الحاجة الاهم من كل ده وده ان السرقات ما بقتش دلوقتي في الشارع،
بقت اكتر بكتير على الانترنت. حته الملاحقه الامنيه والمتابعه والتخوف من الخصوصيه، برضو استاذ احمد عنده تصور ان الكلام ده ما بيتمش غير من الجهات الرقابيه والجهات السياديه في البلد. لا، الموضوع ده ابسط من كده بكتير، واي حد ممكن يقدر يعمله على اي حد. يعني التسريبات اللي كانت بتطلع في الفتره اللي فاتت دهيت مكالمات صوتيه من موبايل واختراقات لصفحات لجماعات ارهابيه، وايا كان اللي بيحصل ده ما بيحصلش زي ما بعض الناس معتقده ان هي جهه امنيه عملت كده وسربت المعلومات. انا ما اعتقدش ان هم اللي بيعملوا الكلام ده، لان سهوله الادوات وانتشارها على الانترنت ده كان السبب الرئيسي في المكافحه اللي انا بعملها للاختراقات. اي حد ممكن يقدر يعمل سيرش على الانترنت ويطلع الادوات دي، ولو عنده معلومات صغيره عن التكنولوجيا يقدر يستخدمها. فما هياش دايما جهات امنيه اللي بتعمل الكلام ده الرد اللي كنت بقوله على الاستاذ احمد. بالنسبه لحضرتك وبالنسبه للجزء بتاع ان التكنولوجيا رايحه بينا لفين والاختراقات والتشريعات اللي هتتم، انا شايف ان التشريعات ما تبقاش بس في نطاق يعني انا كنت اتحدث بلسان البعض الذي يقول ان يعني مشروع القانون الذي تابعنا فقرات منه، هناك الفقرة الأهم التي أثارت كثير من المعارضين ويمكن منهم حزب مصر قوية، هي الحديث عن أنه ما يهدد الأمن القومي. هي الكلمة التي يقول البعض أنها تستخدم في كثير من القوانين لأنها تعطي مسوغ في النهاية للجهات الأمنية وللسلطات وربما لأفراد بتقديم بلاغات ضد آخرين مختلفين معهم يتهمونهم بالتهديد للأمن القومي أو بالإرهاب أو خلافه. حضرتك هل تعلم أن الاتجاه دلوقتي في الاختراقات بقى اتجاه لدول مش لأشخاص؟ يعني كلمة تهديد الأمن القومي دي كلمة يجب أن تقال ويجب أن يفعل لها قوانين. حضرتك اللي حصل تطور في أجيال برامج الاختراق، بقت بيتم استهداف قطاعات معينة. يعني بيعملوا فيروس يضرب مثلا البنوك في مصر، يضرب قطاع الإعلام في الوطن العربي، بيسموه حاجة اسمها ليفل ستيت. ده بقى منتشر، وعايز اقول لحضرتك الكلام ده مش كلام مجرد كلام مش اكتر، ده حصل بالفعل سنة 2010. اول نوع من الحاجات دي ظهر كان اسمه ستاكس نت، وظهر في مفاعل نووي في ايران وبدأ يتطور، وكان في منها حاجة برضو موجودة اسمها فليم. انواع الفيروسات دي بتقعد متعايشة مع الجهات والحكومات بالسنين على ما يتم اكتشافها. معدل استخدام الانترنت علشان الناس اللي بتقول امن البلد، طبيعي. حضرتك تعلم ان في 35 تريليون ايميل بيتبعت يوميا. حضرتك تعلم مثلا ان في 3 بليون تليفون واصل على الانترنت. ففي ارقام لو قلتها لحضرتك هتتخض. طب الارقام دي خطورتها ايه على امن البلد؟ في ناس بتتبادل المعلومات الحساسه للجهات اللي شغاله فيها دون قصد انها تضر بالامن القومي لاشخاص تانية، وبمجرد ان يتم اختراق تليفونه لانه ما عندوش ثقافه الانترنت او ثقافه الامن المعلوماتي. فلازم التشريعات دي قبل ما تتطبق او في غضون تطبيقها يحصل نوع من انواع التثقيف للشعب بخطوره الامن القومي. لان انا النهارده ممكن اوقع نفسي في جريمه وانا لا ادرك ان اللي بعمله ده جريمه يعاقب عليها القانون، وده الاهم. احنا مستهدفين كبلد، وارد، انا مش عايز اقول ان احنا مستهدفين وخطه المؤامره ونظريه المؤامره، بس طبيعي اي بلد من حقها انها تحافظ على امنها القومي. نعم. وكم المعلومات اللي الشعب بينشرها عنه مش محتاج حد يساله. زمان حضرتك ايام الحرب مع اسرائيل كانوا بيعرفوا المعلومات عننا من الوفيات اللي في الجورنان ومن الاخبار بتاعتنا ويعملوا علاقات ما بينها. النهارده مش محتاجين الكلام ده. النهارده بمنتهى السهوله حضرتك يخش على صفحه اي حد ومعاملها بابليك، كاتب كل حاجه عنه بالاماكن اللي بيروحها بالمستوى الاجتماعي بتاعه، هيعرفوا بكل حاجه. الاخطر من كده كمان ان في جهات تتبع لدول معاديه ومعروفه، انا مش حابب ان اذكرها، عملت منظمات او ادارات شغلتها، وتتحدث العربيه، شغلتها انشاء مواقع لتجميع المعلومات عن البلد، وده بالفعل حصل. استاذ احمد، يعني اذا يعني بحسب ما يقوله المهندس وليد انه هناك ما يهدد الامن القومي لاي دوله ومنها بالطبع مصر، وبالتالي من المنطقي ان يصدر هذا القانون اولا لحمايه الاشخاص، من ناحيه اخرى لمواجهه المخاطر التي تتهدد الامن القومي، خاصه انه يعني الفضاء الالكتروني اصبح يتحكم في كل شيء. طب بالطبيعي هو طبيعي استخدام كلمه الامن القومي هي دايما زي ما قلت لحضرتك المدخل لاي وضع اي قوانين مستبده او تشريعات مستبده او حكم المستبد. هي الصياغه بتاعت الامن القومي ويندرج تحت الامن القومي اي بقى حاجه من الكلام اللي احنا بنقوله، سواء كانت فعلا تخص الامن القومي او لا تخص الامن القومي. الجرائم الابتزاز او جرائم السرقه او جرائم
القرصنه، كل الجرائم دي من الممكن تعقبها، لان دي ليها علاقه بالامن الجنائي، ودي بيتاخد لها اذن من النيابه وبيتم مراقبه الحسابات، ودي موجوده في كل العالم. لكن انا بتكلم على ما يخص الشق السياسي وما يخص الجانب السياسي. لازم نبقى عارفين كويس قوي انه الانترنت وسائل التواصل الاجتماعي هي اكبر خطر بيهدد السلطه اللي موجوده حاليا واي سلطه مستبده في العالم، وبالتالي الاتجاه للتضييق على هذه المواقع والتضييق على مستخدمينها ده سائد طول الوقت. حتى بالمناسبه احنا ليه دايما بنعتقد ان احنا لوحدنا في هذا الكون؟ ما هو في دول اخرى وعندها امن قومي برضو قد يكون اهم من الامن القومي بتاعنا بكتير، وقد يكون عندها فعلا مستهدفه وعندها مؤامرات، يعني دول كثيره. لماذا دائما وابدا ننفرد نحن باصدار القوانين بالشكل اللي بيكون فيه اكثر بكثير او في تغول على الحريات الشخصيه وانتقاص منها طول الوقت؟ ولماذا هذه القوانين تماما بيتم اصدارها دائما وابدا في الضلمه زي ما بيقولوا؟ ما فيش لا حوار مجتمعي ولا في نقاش ولا في حتى تفهم لفكره اصدار هذا القانون ومباراته من النواحي الفنيه. بالمناسبه استاذ احمد، هناك من يقول يعني لماذا تعترضون على هذا القانون اذا كان اصلا انتم تقولون انه المواقع والحسابات الشخصيه بالفعل مراقبه، يعني هذا في النهايه يعطي تقنين لواقع تقولون انه موجود. لكن حضرتك هنا انت بتدي تقنين لهذا الاستبداد، بمعنى انه لما بقى المتهم بهذه الاشياء سيذهب الى المحكمه سيتم معاقبته وفقا للقانون. يعني ده اصلا كمان احنا كده بنحط طريقه للمعاقبه بشكل مستبد، يعني بمعنى ان هذا المستبد يكون مشرعا استبداده او مقنن استبداده بشكل واضح. وبالتالي وعلى فكره بالمناسبه لو حضرتك هذا القانون وبدراسته وبافكاره طرح في 2013 بالمناسبه، وعاطف حلمي وزير الاتصالات في هذه اللحظه رفض هذا القانون بشكل واضح، لانه كان ساعتها بقى كان اي حد عايز يعرض بيعرض. رفض هذا القانون بشكل واضح وقال ان هذا القانون خطر شديد جدا على الاستثمار في مصر وحريه تداول المعلومات، وده سيؤثر مناخ سلبي على مناخ الاستثمار في مصر. طبعا في هذه الايام والوزراء اللي موجودين دلوقتي وطريقه الحكم ما حدش طبعا بيقدر يعترض على اي حاجه تصدرها المؤسسات الامنيه او تغلفها المؤسسات الامنيه بكلمه حفاظ على الامن القومي. نعم. باشمهندس وليد، يعني هل هناك قوانين مماثله في دول اخرى لهذا القانون المقرر صدوره؟ بالفعل في قوانين مماثله في الدول الاخرى، وبالفعل حصلت حاله من قريب في امريكا ان حدث ما تمش السن القانوني، علق بشكل مش كويس سياسيا، والشرطه جابته وتم سجنه، والحالات دي موجوده على الانترنت واي حد عمل سيرش هيلاقيها. القوانين موجوده في كل حته، احنا اخر ناس في الطابور، يعني طابور القوانين والتشريعات للانترنت بحكم ان احنا بعيدين قليلا عن التكنولوجيا، لكن ده موجود. الحاجه الاهم من كل ده وده ان ممكن يكون عشان احنا بعيدين عن ثقافه الانترنت، فتطبيق القوانين والتشريعات لسه في مراحله الاوليه زي اي حد بيعمل حاجه جديده لاول مره. طبيعي ان يبقى فيه مشاكل، طبيعي ان يبقى فيه اختلاف، طبيعي الناس مش مستوعبه. بس هل ينفع حضرتك ان انت تسمح للناس انها تشتري مسدسات في الشارع بدون ما تحط تشريع للي يقتل؟ هو الناس خايفه ليه؟ انا اللي اعرفه اللي يخاف اللي بيعمل حاجه غلط. اللي ما بيعملش حاجه غلط، طب ما التشريعات موجوده. هو اللي يسرق النهارده مش بيتحاسب؟ طيب ايه المشكله ان يبقى في تشريع للانترنت؟ وربما لانه ليس هناك ثقه، يعني هو لا، يعني ما فهمته انه ليس هناك اعتراض على عمليه الاختراقات او الابتزاز او هذه الامور، لا. ولكن التخوف ربما من ان يؤدي الى الحجر على حريه التعبير، وبالتالي هذا يعني في النهايه انه ليس هناك ثقه. طب انا هرد على حضرتك من وجهه نظر الاستاذ احمد بعيد عن الانترنت وقوانين الانترنت. هو النهارده الاستاذ احمد بيقول ان في حكم مستبد وان الجهات اللي بتتحكم في البلد السلطه تقدر تجيب اي حد وتضره وبتقنن انها بتضره بالقوانين دي. طب ما دام هي بتعمل كده وفي ايدها تعمل كده وفي ايدها انها تجيب اي حد من بيته، ايه فكره ان احط له قانون على الانترنت؟ ما انا هجيبه وهحط له برده حاجه وهقول هو اللي عملها. ما انا ما دام مستبد مش فارق معانا احط تشريع من ما احطش تشريع. يعني الحقيقه للاسف ان وقت يعني هذه الفقره انتهى. في النهايه اتقدم جزيل الشكر لضيوفي الكرام المهندس وليد حجاج الخبير في تكنولوجيا المعلومات والمتخصص في مواجهه اختراقات المواقع الالكترونيه، واشكر ايضا الاستاذ احمد امام العضو المكتب السياسي لحزب مصر القويه والمتحدث الاعلامي للحزب. اشكركم شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا الكرام اترككم مع وقفه اخباريه قصيره، بعدها نعود لاستئناف هذه الحلقه من هوا مصر.